أكدت تقارير صحفية النهاردة إن محمد صلاح لاعب ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز بلغ بعض من زملائه في الفريق وبعض من المقربين ليه إنه جاي له عرض من برشلونة للانتقال إليه بنهاية الموسم اللي جاي، اللي هو نهاية عقد محمد صلاح مع ليفربول. وده اللي خلى الصحف البريطانية والإسبانية تتكلم في الموضوع ده بشكل غير طبيعي. يعني أنا صحيت الصبح لقيت كله كلام عن انتقال صلاح إلى برشلونة. ووضحت الصحيفة مع إعلان محمد صلاح برغبته في الاستمرار مع ليفربول، إلى أن الصحيفة أكدت أن برشلونة قدم عرض للاعب. وكشفت تقارير تانية أن ليفربول قدم عرض لتجديد عقد اللاعب، واللي الإدارة سمته بأضخم عرض في تاريخ النادي الإنجليزي. وحتى الآن لم يتم التواصل مع لاعب ومع ليفربول في الرحيل أم البقاء في الليفر. أضافت الصحيفة أن ليفربول عرضت مبلغ لا يسبق لأحد في ليفربول أنه أخذ المبلغ ده، وكان عرض ليفربول وهو 200,000 جنيه استرليني وبزيادة 15%. بس ده اللي خلى محمد صلاح يشعر بأنهم لا يقدرون مكانته. في صحيفة الناسيونال الإسبانية بتقول إن برشلونة على بعد بيع 11 لاعب لبرشلونة بسبب التعاقد مع محمد صلاح. وقالت كمان إن محمد صلاح قريب جدا من برشلونة. وكيل محمد صلاح بيحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح عن ليفربول في نهاية الموسم الحالي، سواء لباريس سان جيرمان أو ريال مدريد أو برشلونة. رامي عباس وكيل اللاعب المصري الفرعون محمد صلاح حبيب المصريين بيقول عن تردد في الفترة الأخيرة رحيل محمد صلاح عن ليفربول في نهاية الموسم بعد النتائج السيئة لليفربول في الموسم الحالي وابتعاده عن التوب 4 أو توب 6 حتى في الدوري الإنجليزي، واقتراب الفريق من توديع دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من ريال مدريد 5-2. طبعا صلاح ساعتها جاب الجون من جونين، جاب الجون الأول نونيز. تقارير إنجليزية بتقول إن صلاح هيرحل الموسم ده في نهايته، يعني لأنه ببساطة مش هيشارك في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاي اللي هو ليفربول لسه في المركز بتاعه. رد رامي عباس بسرعة وكتب في تغريدة على تويتر قال فيها: هذا كلام فارغ، لم يتم التفكير أو مناقشة هذا الأمر على الإطلاق، ولم يخطر على بالنا أبدا في التفكير في الرحيل عن ليفربول. محمد صلاح بيعيش فترات صعبة جدا مع ليفربول في الموسم ده بسبب تراجع الريدز في نتائجه السلبية فعلا الفترة اللي فاتت، قريبا من الخروج بموسم صفري سواء على الصعيد الفردي أو الألقاب الجماعية، مما جعل التكهنات تزداد حول رحيل صلاح. ويبعد ليفربول عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ب9 نقاط عن توتنهام أقرب منافسيه، وللريدز مباراتين أقل. أنت من رأيك صلاح يلعب في ريال مدريد ولا في برشلونة أو في باريس سان جيرمان، ولا يكمل مع الريدز ليفربول؟ تنساش تقول لي في التعليقات وتنساش تعمل لايك واشتراك.